نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. عتاب واتهامات صادمة. ريال مدريد يتدخل بقوة في ملف إبراهيم دياز. لماذا يتدخل النادي الملكي حتى في المستقبل الدولي لنجم وسطه؟ هل يعقل فعلا أن يضع يده حتى في هذه الشؤون؟ العجب العجاب والغرابة كلها وفي شتى تجلياتها تشهدها قضية نجم البرنجي إبراهيم دياز، وسيجن جنونك بهذه المستجدات الأخيرة التي لم تكن تخطر لا على بال ولا على خاطر. شد وجذب شهدته الفترة الأخيرة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الإسباني من أجل الحصول على ود صاحب 24 عاما، خاصة وأنه بات يبصم على مستويات جد مميزة وأصبح قطعة جوهرية جدا في كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، وعنصرا يقدم له حلولا سحرية حتى في أقوى المواجهات وأكثرها تعقيدا. وبعدما مالت في الفترة الأخيرة الكفة لصالح أسود الأطلس بفضل المجهودات الجبارة التي قام بها الرجل الأول القائم على شؤون الكرة فوزي لقجع رفقة المدرب وليد الركراكي، جاء ما لم يكن أبدا في الحسبان وحصل تدخلا هو الأول من نوعه في التاريخ. النادي الملكي تدخل في الملف بتصرفات صادمة لأقصى حد، وهو الذي يجب عليه أن يظل بعيدا كل البعد عن حرية اللاعب الشخصية واختياراته هذه. فما الذي حصل تحديدا؟ كيف ضرب بيد من حديد وجعل الكل في ذهول لا مثيل له؟ وهل يغير ما قام به من الواقع شيئا ويكون هناك تيار هائج مضاد؟ لم يتمالك مسيرو ريال مدريد أبدا أنفسهم وأظهروا تعصبهم لبلدهم بطريقة مجنونة تماما، وربما هذه الخطوة تبدو من الوهلة الأولى مسألة حب للوطن، لكن الأمر في الحقيقة صاعق جدا وتدخل في شؤون وحرية نجم وسط ميدانه ولو بطريقة غير مباشرة. فبحسب صحيفة دي أتليتيك قام المسيرون في لوس بلانكوس بمعاتبة الاتحاد الإسباني بأسلوب شديد اللهجة، واعتبره مقصرا بشكل كبير في إدارة ملف إبراهيم. وتمحور هذا اللوم الكبير حول طريقة تدبير الاتحاد لملف اللاعب، إذ يرى الريال أن هذا الأخير ارتكب خطأ فادحا بعدم إظهار الاهتمام اللازم بصاحب 24 سنة، وهو ما جعل بوصلته تتوجه نحو الجنوب وبلاد الأطلس تحديدا. وفي الجانب الآخر أشارت الصحيفة أن دياز شعر بتقدير كبير من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومشروعها، وهو ما جعله يختار الدفاع عن ألوان أسود الأطلس الذين تعززت مكانتهم بشكل مبهر بعد الإنجاز التاريخي في مونديال قطر 2022 والمتمثل في بلوغ نصف نهائي المسابقة. ويبدو أن دياز سيكون إذن واحدا من ثمرات بلوغ المربع الذهبي لأعلى قمة في عالم الساحرة المستديرة، إضافة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 المقرر تنظيمهما في المغرب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.